تشتغل اخصائي تغذيه في بلد ال100 مليون اخصائي تغذيه؟ هنتكلم النهارده ازاي ممكن تكون اخصائي تغذيه شاطر جدا. ما تنساش تعمل شير للبوست ده مع صاحبك زميل الكفاح اللي دخل معاك الكليه وكمل معاك مسيرتك. اولا السؤال ده بيجيلي كتير جدا، ومن وقت ما فتحت القناه واهالي كتير جدا بعتوا يسالوني ان اولادهم دخلوا كليه كذا وكليه كذا وان هم نفسهم اولادهم يكونوا اخصائي تغذيه. مين اللي ممكن يقدر يشتغل اخصائي تغذيه؟ بالنسبه للكليات الطبيه سواء طب او صيدله او اي كليه طبيه، تقدر بعد ما تتخرج منهم زي ما احنا كلنا عملنا، بعد ما اتخرجنا من الكليات دي درسنا سواء ماجستير او دكتوراه او بورد او كمان دبلومات. كل الحاجات دي تقدر بعدها تاخد كارنيه اخصائي تغذيه تبع النقابه بتاعتك. قبل ما تاخد اي شهاده اسال نقابتك هل الشهاده دي معترف بيها ولا لا، لان للاسف في اماكن كتير جدا بتدي كورسات وبتوهم الناس ان هم هيطلعوا ويبقى اسمهم اخصائي تغذيه. لا طبعا، انت لازم تاخد الشهاده بتاعتك من مكان معتمد. انا دلوقتي اخدت دبلومه او اخدت ماجستير، هل الحاجات دي تكفي ان انا امارس شغلي على الحالات؟ الحقيقه انها لا تكفي. خلينا نكون صادقين مع بعض. هي مجرد المعلومات البيزك القوية جدا 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 بناخدها في الشهادات دي، ولكن التجربة العملية لازم انت بايدك تقوم بيها. لازم تكون طول الوقت بتشتغل على نفسك بالريسيرش. تاني حاجة بالورك شوبس العملية للميل بلاننج والحالات المختلفة، لان التغذية دي بحر كبير جدا. تغذية اطفال، مرضعات، حوامل، مرضى سكري، تغذية مرضى السرطان، تغذية مرضى في ICU. التغذية كبيرة جدا، مش برانش واحد بس. ولكن لو انت لسه مبتدئ ولسه واخد شهادتك وعندك البيزك الرئيسيه، تقدر تشتغل على الحاجات السمبل اوبستي، لكن ابعد تماما عن الحالات الكريتيكال. خلي بالك عشان ما تضرش الحاله ولا كمان تضر نفسك. ومع الوقت هتتعلم خطوات كتيره جدا، وان شاء الله الفتره الجايه هنزل على قناتي تبس بسيطه كده تقدر تتعلم منها الميل بلاننج البسيط. وكمان في كورسات كتيره جدا بنقدمها، لو حابب تسال عن التفاصيل ابعت لي في الدي ام. ده بالنسبه للكليات الطبيه. لكن كمان في كليات تانية تقدر تتخرج منها وتكون اخصائي تغذيه، ليك دور تاني في التغذيه غير الدور اللي بيقوم بيه المختص الطبي. لان احنا كمان دورنا بيكون مش بس على قد ان احنا نخسس ونزود في الوزن، لا طبعا احنا دورنا بيكون في المستشفى، في ICU، في البارنترال. كل الحاجات دي مهمه جدا. في IV ادميكتشرز لينا دور مهم جدا في المستشفيات. تمام. لكن في جانب تاني برضو للكليات التانية الغير طبية تقدر انها تشتغل اخصائي تغذية، زي خريجي اقتصاد منزلي لو انا مش غلطانة، يعني اقتصاد منزلي وزراعة واعتقد كمان تربية رياضية. المهم ان انت تسأل في الكلية بتاعتك هل في شهادة اقدر اخدها وتكون الكليه بتاعتي بتعتمدها ان انا اكون اخصائي تغذيه. لان للاسف في اماكن كتير جدا بتعلن عن كورسات، الكورسات دي بتكون كورسات وهميه مجرد سبوبه عشان دلوقتي بقى ترند قوي ان كل الناس عاوزين يكونوا اخصائي تغذيه. ربنا يوفقكم جميعا واتمنى اكون يا رب فدتكم. بالنسبه لسؤال بيجيلي كتير جدا، انا دخلت صيدله، ايه مجالات الشغل في صيدله؟ كل الكلام ده كله ان شاء الله هتكلم عنه في فيديو تاني. باي باي.